يا عم ميسو، هو في حد حاول يخش يسرقك في بيتك قبل كده؟ هو مفيش حد في امريكا حاول ان هو يدخل بيتي ويسرقني. المنطقة اللي انا فيها او الولاية اللي انا فيها يعني ولاية كويسة وولاية امان. لكن في حد كان عايش معايا وسرقني في بيتي قبل كده. كان في واحد صاحبي امريكاني، كنا شغالين مع بعض يعني لفترة طويلة جدا، وكان صاحبي يعني. جه حصل مشكلة كده، ودخل السجن، قعد سنتين. لما خرج من السجن طبعا هو ومراته يعني انفصلوا عن بعض يعني. فراح متصل بيا، مش لاقي مكان وبتاع. قلت له بقول لك ايه، تعالى، انا يعني قاعد لوحدي وعندي بدل الاوضه ثلاثه، تعالى يا عم اقعد معايا ولحد ما تقف على رجلك وكده يعني. المهم استضيفته عندي في البيت يعني، ولدرجة ان انا والله العظيم كمان مرة سلفته فلوس. اديته $1000، قلت له امسك الفلوس ايه في ايدك لحد ما تلاقي شغل وتقف على رجلك، وبعد كده ايه اديني ايه الفلوس السلف واديني حق ال- الايجار يعني. آه، المهم آه، قعد معايا شهر، اشتغل الحمد لله وجاي. قبل ما يقول اي حاجه قسما بالله قلت له بقول لك ايه، ما تدينيش فلوس خالص الا لما تجيب عربيه بقى، ماشي؟ فراح جاب عربيه، لقيته بيجيب التانية والله العظيم. عدى شهر واتنين واحنا في التالت، وانا مش عايز اقول له حاجه، لقيته بيتكلم معايا ان هو عايز يجيب عربيه تالتة. طب احمس فيه يا عم؟ طب فين فلوسي يا عم؟ هات فلوسي اللي انا طب سلفتها لك. آه المهم لقيت حاجات بعد كده من بيتي بتختفي والله. قلت يا عم يمكن انا حاططها في هنا ولا هنا. المهم بقى ايه، في حركة عملتها، جبت فلوس وعديتهم وحطيتهم كده ايه في الدرج كده وسبته مفتوح، وقلت يا عم ميسو روح الشغل ولما نرجع بقى نشوف الفلوس دي يعني لسه زي ما هي ولا لا. لقيت الفلوس فعلا نقصت، ماشي الفلوس نقصت. قلت بس يبقى هو كده ايه، ايده طويلة. وهو ما كانش كده على فكرة، والله أعلم بقى. آه جه في يوم أنا عندي عربيتين، كانت في عربية في الجراج راكنها بس كانت فيها بطارية جديدة لانج، كنت جايب لها البطارية الجديدة لانج من 3 أشهر. المهم بشغلها مش عايزة تشتغل، بفتح الكبوت ألاقي عربية، ألاقي بطارية قديمة أحمس. إيه يا الله، هي وصلت كده؟ لا يا حبيبي. المهم رحت قلت له بقول لك إيه، اخرك معايا النهارده، لم حاجتك كلها. قال لي ليه؟ قلت له بقول لك ايه، الحاجه عندي بتنقص وفي حاجات بتتسرق والبطاريه بتاعتي دي مش موجوده. قال لي بقى بقول لك ايه، اخرك النهارده معايا، الفلوس السلف اللي انا سلفتها لك ترجعها لي، و ال3 اشهر اللي انت قعدتهم عندي يعني عايز تجيبهم هاتهم، مش عايز خلاص، لكن اديك فلوس السلف. قال لي طب معيش دلوقتي. انا خلاص بقى قلت ايه، يبقى كده ايه، شكل كده ايه خلاص مش هاخد حاجه. المهم آه طبعا قلت له لو ما مشيتش النهارده هتصل بالبوليس. المهم جه قال لي طب قلت له بقول لك ايه، بلا بكره بلا بتاع. رحت ايه، رحت متصل بالشرطه، الشرطه جت وبتاع، قلت لهم لازم يمشي النهارده. المهم بقى يعني ايه، مشي بالليل ساعتها على الساعه 12 بالليل. آه لما حاجته كلها ومشي. المهم اتصل بيه يعني بعد شهر شهرين، فلوسي مفيش، ابعت له رسالة مفيش. المهم بعد كده سنتين كده استوته كده يعني، كان يعني مش مظبوط يعني كده. قلت له فلوس يا حبيبي. المهم خدت فلوسي بقى بالطريقة ازاي بقى، طبعا مش حق يعني. خدت فلوسي الحمد لله، خدت فلوسي، خدت الفلوس السلف والايجار الاتنين بالطريقه بقى ازاي بقى، بس خدتهم يعني الحمد لله وكله طلع مرضي في الآخر. قسما بالله القصه اللي انا بقولها دي حقيقيه مليون في الميه، عشان فيش في كام علق كده. معلش بقى يا جماعه بقى، لا مؤاخذه، من اللي عايشين في امريكا هنا لما باجي بتكلم على اي حاجه يقعد يقول لك ده كذاب وبيحاور وبتاع. تعالى بالليل بس كده، سلام عليكم.